السكر والفشل الكلوي هما الاتنين من الامراض اللي احنا ممكن نكتشفهم بالصدفة. نروح نعمل عملية ونطلب التحليل بتاع العمليات سكر، ايه صدفة بنعمل اي حاجة واي تحاليل ويطلع عندنا مشكلة في الكلى. دي مشكلة دايما مريض السكر ومريض الضغط. والسؤال اللي احنا كنا حاطينه، هل السكر ممكن يؤدي لفشل كلوي؟ ممكن يؤدي لفشل كلوي. ده بالعكس، كتير جدا من اسباب الفشل الكلوي بيكون سببها سكر وضغط مش مكتشفينه، او مريض سكر وضغط وماشي على العلاج كده زي ببركة ربنا، بناخد العلاج بس لا بنحلل ولا بنتابع ولا نقيس ضغط كل شوية ولا نعمل التحاليل الدورية بتاعة السكر، وفجأة احنا داخلين في فشل كلوي وداخلين نغسل. ده ما يصحش. ما ينفعش ان مريض سكر ما يتابعش، ما ينفعش ان مريض ضغط ما يتابعش. ناخد العلاج بانتظام، نعمل المتابعة الشهرية بتاعتنا، هنحمي نفسنا من الفشل الكلوي. الفشل الكلوي من الحاجات الصعبة جدا، محدش يتمنى ان هو يخش فيها، فنخلي بالنا من النقطة دي.